العلماء قالوا بعد ما الإنسان ما بينامش لمدة 24 ساعة التركيز عنده بينهار جدا وردة الفعل عنده بتكون بطيئة. ولو الإنسان بقى جبله من حديد وكمل لمدة 48 ساعة يبدأ الجسم يهرتل ويشوف حاجات مش موجودة أصلا. علشان كده لما العلماء عملوا تجربة جابوا مجموعة من الطلبة خلوهم يذاكروا حاجات معينة بس ياخدوا كفايتهم من النوم، وجابوا مجموعة تانية من الطلبة خلوهم يفضلوا يذاكروا المنهج كله ويذاكروا وما أخدوش كفايتهم من النوم. جات المجموعة دي وجات المجموعة دي عشان يحلوا الامتحان، بس حصلت المفاجأة إن المجموعة اللي ذاكرت أقل حلت أفضل من اللي ذاكرت أكتر. ليه بقى؟ عشان دي أخدت كفايتها من النوم ودول ما خدوش كفايتهم من النوم. والإنسان بيحتاج من 10 ل 8 ساعات من النوم علشان يبقى فايق ورايق كده زي سعادتك، لا أكتر ولا أقل. هو في الوسط من 8 ل 10. نعرف في ناس هنا ممكن تنام ال 24 ساعة كلهم، اتمنى ما تكونش منهم. تمام. ده كمان في شخص اسمه راندي جاردنر فضل صاحي لمدة 11 يوم متواصلين ما نامش خالص، والراجل ده بقى دخل موسوعة جينيس. يا عم ليه يعني العذاب ده كل ده عشان يخش موسوعة جينيس؟ خلي بالك يا صديقي، موسوعة جينيس قالت لي تعالى يا عبقري نديك الموسوعة، قلت لهم لا عشان انا بحب التواضع دايما، من تواضع لله رفع، دايما ماشي بالمبدأ ده الحمد لله. ومعانا 87 ان شاء الله هنزيد ان شاء الله. فلو ما لسه ما حطيتش اللايك والاشتراك حطهم دلوقتي. الراجل ده بقى جه في اليوم الاخير كان بينادي على الكرسي ويقول له يا ماما. شفت يا عيني خريت عشان يخش موسوعة جينيس، عايزني انده بقى على التلاجة ويقول لها يا بابا. ايه يا جدعان احنا بنتكلم برضه. انت تعرف يا صديقي ان الدلافين بتنام بنص مخ صاحي والنص التاني نايم؟ ليه بقى؟ انا بسأل انت مش عارف، انا المفروض تمام ماشي. ليه بقى؟ علشان ما تغرقش. ما تستغربش الدلافين ممكن تغرق لان الدلافين بتتنفس زينا. ولو جينا بصينا على الطيور ممكن تنام، خاصة في المسافات الطويلة اللي هي بتكون في الهجرة. ولو جينا بصينا على الزرافة هنلاقيها بتنام في اليوم كله 30 دقيقة بس. وكمان ايه يا عيني مش واخدهم كلهم على بعض، لا بتنامهم على فترات. مش عارف دي بتعرف تقسمهم دي ازاي. في علماء وناس مهمة جدا جالهم الإلهام في الحلم، زي العالم الكبير والمشهور ديمتري مندليف اللي عمل الجدول العناصر. اهو جدول العناصر ده بقى جاله في الحلم. انا يا صديقي وصديقتي الاعزاء، النوم ده مش رفاهية، دي صيانة وخدمة فورية. مخك مش هيشتغل بكفاءة الا ولو سابوه يرتاح. فنام بقى يا حبيبي وما تعمليش فيها بطل وتقول انا مش هنام واعوض بالكافيين، لان القهوة والكافيين ده مش هيعوضك، ده بيضحك عليك. وخلي بالك مخك ملوش هو في كلام الضحك ده، مخك اصيع مني ومنك. لما تيجي تنام افتكر انك مش شخص كسلان، بس ده مش معناه ان انت طول الليل والنهار تنام. انا قلت لك من 8 ل 10 ساعات، لا يزيد ولا يقل. وانت لما تيجي تنام انت كده شخص مدرك وواعي وبيعمل ريستارت للمخ. تمام ماشي يا صديقي. بس يا صديقي دي نهاية الحلقة، فما تنساش بقى اللايك والاشتراك، تنزل تبص على المصادر وتشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى ان شاء الله الحلقات الجاية. معلش الحلقات اليومين دول مش قوي كده، بس ان شاء الله هننزل بحلقات اقوى وافضل من دي. فلو ما عملتش اللايك والاشتراك اعملهم بقى عشان تخلينا نقدر نكمل. بس يا صديقي سلام.